كله يسمع. شخشخت بالظهر ما نصفنيش ولا مرة، وراهنت بالمهر والبقشيش على مرة، والسجن للحر وإن كان مر ولا مرة فكرني بالتوبة من ذنوبة ولا مرة. شدلي الحيل كل اللي تتمني عندي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عنبر كله يسمع. بودكاست عنبر كله يسمع هو يسلط الضوء على ظاهرة الاعتقال السياسي في مصر بعد انقلاب 2013. في حلقتنا اليوم نستضيف الصحفي والإعلامي المصري عبد الله الشامي. عبد الله الشامي هو غني عن التعريف، لكنه صحفي مصري يعمل في مجال الصحافة والإعلام منذ عدة سنوات. مر بتجربة اعتقال قاسية في يوم 14 أغسطس 2013 في يوم مذبحة رابعة العدوية. عبد الله تجربة اعتقاله كانت مغطاة بشكل كبير إعلاميا، وحظيت بتسليط الضوء عليها من كافة جوانب، كصحفي وكمضرب عن الطعام، وأيضا كمواطن مصري زج به في سجون العسكر بعد 2013. عبد الله، مرحبا بك في بودكاست عنبر كله يسمع. ويعني نحن أصدقاء وتحدثنا كثيرا في أمور الاعتقال السياسي، وتكلمنا أيضا عن الظروف اللي جمعت يعني ما بيننا في السجن، لكن لم نرى بعضنا. لكن أنت كنت أشهر من نار على العالم وقت اعتقالك في مصر، وأذكر الهاشتاج الشهير الحرية لصحفي الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، لو تعرفنا عن نفسك بشكل سريع بعيدا عن الصحافة والإعلام، لكن كحبسجي كمعتقل سابق، تحب تقول ايه؟ تمام. في البداية بشكرك يا سيف على الفرصة اللي خلينا نقولها بلغة الصحافة طال انتظارها، لأنه من شهر 10 السنة اللي فاتت وإحنا بنتكلم في الموضوع ده، لدرجة إنه تصورت إن أنت صرفت نظر. بس يعني لو هنتكلم بلغة السجون، أنا اسمي عبد الله الشامي، سجين رقم 345، قضية 15999 سنة 2013، المعروفة باسم قضية فض رابعة العدوية، اللي هي بتتعلق بكل الأشخاص اللي تم إلقاء القبض عليهم في يوم المجزرة يوم 14 أغسطس 2013. في كل من تم اعتقاله في اليوم ده في نواحي مختلفة من القاهرة تم ضمه للقضية يعني. وطبعا لما بنتكلم زي ما انت قلت بلغة السجون، انا الرقم ده 345 كان هو رقمي لما تم نقلي ل سجن ليمان ابو زعبل، نفس الرقم اللي بعد كده لاحقا بعد ما تم تحويل القضية للمحكمة والحكم فيها غيابيا عليا، هو نفس الرقم اللي اتحط جنب اسمي في قائمة الاشخاص اللي صدرت ضدهم الاحكام. أنا زي ما أنت قلت صحفي مصري، بشتغل في الصحافة من تقريبا 13 سنة، صحفي تلفزيوني بمعنى أدق. ويعني ممكن أقول لك إنه فكرة الاعتقال كانت دائما حاضرة في بالي، لكن الاختلاف هو كان إنه ما تصورتش إن هي تأتي في بداية شغلي بشكل سريع كده. يعني أنا بديت صحافة في 2011 بعد ما اتخرجت من الجامعة بتقريبا سنتين. يعني أنا بالمناسبة في الوقت اللي كانت تحصل فيه ثورة يناير في مصر، أنا كنت وقتها بتدرب يعني على العمل الميداني في مكان عملي، وبعدها أنا ما قدرش لي أن أنا أحضر الثورة في مصر، لكن كانت بدايات عملي في ليبيا في 2011 وقت ثورة ليبيا، ما بين طبعا أبريل ومايو 2011 وإلى الآن يعني شغال في مجال الصحافة، تنقلت في أماكن مختلفة. أنا زي ما أعرف أن أنت غطيت في أماكن كتير في فترة الالتهاب يعني شمال أفريقيا، فأنت غطيت في مالي، غطيت في ليبيا وقت الثورة، وأيضا عدت إلى مصر في 1 يوليو 2013 1/7/2013 قبل يومين من الانقلاب، من إعلان الانقلاب، وذهبت مباشرة إلى ميدان رابعة العدوية. فعلا يعني شغلي يمكن خلينا نقول هو ده كان الشغلي للمرة الثانية في مصر. يعني أنا في الأصل مع مكان عملي ما كنتش في مصر، ودائما يمكن بيحصل نوع من خلينا نسميه الخلط، على أساس أنه أنا كنت مراسل
بعمل في مصر، لكن انا كنت في وقت الحدث، وقت الانقلاب، كنت في مهمة عمل زي اللي هو متعارف عليها صحفيا، يعني انه المراسل ممكن يكون في مكان اخر غير مكان اقامته للاسباب العمل الصحفي. انا وصلت مصر يوم 1 يوليو واول ما طلعته، يعني اول ما زي ما بيقولوا كده لقطت شبكة يعني وشفته، فكانت البيان اللي القاه السيسي قائد الانقلاب، بيان 48 ساعة. ومن ثم بعدها بيومين، أي بالتحديد بداية من يوم 5 يوليو حتى يوم 14 أغسطس يوم الفض، أنا كنت بشتغل بشكل يومي في ميدان رابعة، بس إنه بس ساعات الراحة أو النوم وبواصل. لكن في الأصل زي ما أنت ذكرت يعني أغلب شغلي كان بالفعل في تغطية الاعتصام. طيب أنت أول مرة دخلت ميدان رابعة كان يوم إيه؟ يوم 5/7، يوم الجمعة 5/7، تقريبا بعد صلاة الجمعة. ووقتها أنا دخلت لوحدي، كان في طبعا خوف كبير لدى الصحفيين عموما يعني، وبالتأكيد يعني مكان عملي كان عنده نفس المخاوف، فما كانش كان في تحدي، مش بس التغطية بس، كان تحدي إنه إزاي هتلاقي الأشخاص اللي تستطيع الثقة فيهم عشان يعني تقوموا بتنفيذ التغطية ديت أو بتنفيذ العمل، لأنه كتير من الأشخاص اللي كانوا تابعين لجهة عملي إما اضطروا لمغادرة مصر بعد الانقلاب لما حصل مداهمة للمكتب واعتقال مؤقت لبعض أفراد، منهم مدير المكتب وزملاء مراسلين آخرين ومنتجين، ومنهم اللي فضل التزام بيته لأسباب طبعا شخصية أو لأسباب يعني السلامة أو أيا كان يعني. فبالتالي كان التحدي هو كده، إنه إزاي تبدأ الشغل في بيئة هي جديدة عليك، لأنه أنا زي ما قلت أنا مصر كنت جيت لها قبل كده صحفيا مرة واحدة بس في أغسطس 2012، وكانت أغلبها في سيناء، في يعني في ميدان، يعني قصدي كان وقتها في اللي معروف باسم العملية العسكرية نسر، اللي كانت في مناطق شمال سيناء. وده كانت يعني، فبالتالي انتقلت من تغطية في الأصل في غرب أفريقيا مكان تمركزي الأصلي أو مكان إقامتي، إلى تغطية في مصر في شأن سياسي أو في ظرف سياسي مرتبك للغاية، صعب معقد. ودي كانت طبعا ومن وقتها يعني بدأت التغطية إلى، انت عارف طبعا يعني بقية القصة اللي احنا جايين نرويها النهاردة، قصة اعتقال الصحفي عبد الله الشامي. عبد الله، انت فضلت في ميدان رابعة بتتردد عليه بشكل شبه يومي الى يوم الفض، يوم 14 أغسطس. انا عارف انه يعني في هذا الحوار انا عندي صعوبتين. الصعوبة الاولانية هي ان انا بأجري هذا الحوار مع صحفي اصلا مهماته ان هو يجري الحوارات مع الناس، لكن تجري الحوارات مع رؤساء ووزراء ويعني كبار وعلية القوم. والتحدي الثاني هو تذكر الاحداث الأليمة. وخلينا يعني نتحدث عن يوم الفض الاعتصام. انت كنت في الميدان وفق معلوماتي ووفق يعني ما اعرفه، ان انت كنت في الميدان من الصبح خالص، من الفجر يعني. وذكرت ايضا في حوار سابق ليك انه انت استمعت الى الطلقات الاولى بتالي في 6 الصبح، وده ادى بعد كده ان انت يعني لك شهادة كاملة على ما حدث في رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013. بشكل سريع يعني حطنا في زي ما اللغة الإعلامية كده بيقولوا ضعنا في صورة الفض وملابسات اعتقالك. انا اعرف ان انت اعتقلت بشكل ما كانوش جايين لعبد الله نفسه كصحفي، ولكن شكوا فيك بشكل او باخر بسبب حملك لجواز السفر غير بطاقة الرقم القومي، هي بطاقة الهوية يعني باللغة العربية، وده ادى بعد كده الى اعتقالك. بشكل سريع ضعنا في هذه الصورة. خليني اقول يعني بما انه انت ذكرت انه فعلا يعني تفاصيل كثيره من اليوم ده انا ذكرها في مناسبات سابقه، سواء يعني لقاءات مصوره او مكتوبه، انه يعني خلينا نقول انه يوم الفض عموما كان يوم ما كانش من يعني خلينا ربما نعيد التاكيد على انه لم يكن يوم الغرض منه هو مجرد اخلاء المكان، وانما كان
في غرض سياسي واضح بأساليب طبعا عنيفة، باستخدام السلاح وباستخدام كل أساليب القوة المتاحة، ولم يكن فكرة يعني حتى أنا بحس أنه المستخدم الوصف الإعلامي في كلمة فض ربعة هو في نوع من التهوين في قصة أنه يوم الفض ده كان يعني طبعا كما هو مشهور يعني كان يراد منه فقط مجرد إخراج الناس أو إخلاء الميدان، وإنما كان يراد زي ما هو معلوم ومسجل، ويعني الكلام طبعا لا يعني يطول عن تفاصيل اليوم، لكن دي نقطة في إنه الفض نفسه لم يكن إلا بغرض إراقة الدماء يعني من الآخر. اللي حصل إنه في يومها كان ما كانش في أي إمكانية لحد يخرج أو يدخل بسهولة، لأنه المداخل مختلفة للميدان، وطبعا معروف إنه جغرافيا وعمرانيا المكان لم يكن في يعني بلغة المعماريين ما فيهوش مخارج سلامة، ما فيهوش مخارج أو ما فيهوش منافذ الناس تقدر تخرج منه، لأن هو كان وسط يعني مباني ووسط أحياء مزدحمة في يعني طبعا مدينة نصر مكان الاعتصام، وهو اللي أدى بالطبع طبعا لأنه كان في حالة استهداف في المليان زي ما نقول، يعني ما فيش كان في تعمد لإحداث المذبحة يعني ده يعني لا يوجد في شك خلينا نقول بأي ذرة إطلاقا. على مدار اليوم كان عملي كصحفي كنت بحاول إنه أنا أستوثق من الجزء الأهم في اليوم وهو عدد الضحايا، لأنه إحنا في الحوادث اللي زي كده، وأنا يعني لا أقصد طبعا بكلمة حادثة إنه هو حادث، وإنما أقصد حدث يعني خلينا نقول بشكل أدق، بيكون الأزمة اللي قدام أي صحفي عموما بغض النظر عن انحيازاته أو عواطفه أو غيره. يوم الفض طبعا يمكن ما زلت بعتبره وسأظل أعتبره يعني لغاية نهاية عمري هو أصعب الأيام اللي مرت عليا، إنه أنت توازن ما بين إنك أنت تتمالك أعصابك وفي نفس الوقت إنك أنت تستمر في أداء عملك. وأنا بذكر إنه أوقات كثيرة كان طبعا الوسيلة التواصل الوحيدة مع القناة كانت هي الاتصالات الهاتفية. كان فكرة الخروج أمام الكاميرا كان مستحيل، مش هقول شبه مستحيل، لأنه طبعا كان في قطع الاتصالات، كانش في أي قدرة أصلا فنيا ولا أمنيا إنه حد يخرج قدام الكاميرا، يعني اللي بيسميه بلغة التلفزيون لايفات أو هوا يعني. فبالتالي بشدة الانفعال كان أوقات كتيرة ما بكملش الكلام على التليفون أو المكالمة يعني بتفصل، أو بسبب المناظر اللي كانت موجودة سواء في المستشفى الميداني أو لاحقا في الشوارع أو حتى في المبنى نفسه بتاع المركز الطبي بتاع رابعة العدوية، اللي هو أغلب الناس اعتصموا أو يعني قصدي تحصنوا في نهاية اليوم. يعني فزي ما بقول فخلال اليوم ده كنت بسعى لفكرة انه انا احاول اوثق على الاقل، ولو حتى مش طبعا كان معايا يعني مصورين وخلافه هم قاموا بالجزء اللي يخص الصورة، يعني مش محتاجة صورة غير انك تكون موجود هناك، لكن انا كنت بتكلم هنا عن التفاصيل الفنية، التفاصيل الفنية بمعنى الاستهداف اماكنه كانت فين، عدد الضحايا التقديري طبعا لانه انت ما فيش مصدر واضح للمعلومات، ايه اللي بيحصل، انواع يعني الذخيره المستخدمه، تفاصيل فنيه، شهاده، يعني غرض الشهاده والتوثيق كانت مهمه. طبعا الكلام ده استمر زي ما قلت لغايه نهايه اليوم الى الساعه 4:30. الساعه 4:30 دخلت قوات من الداخليه الى المبنى نفسه اللي هو مركز رابعة العدوية الطبي اللي هو جنب المسجد مباشرة، وتم إخراج الكل فيه. طبعا قبل إخراج الكل يعني برفع الأيادي كان في مدرعة عند المدخل من الناحية الخلفية من ناحية شارع نوري خطاب لو أنا فاكر الأسماء صح يعني، بس الشارع الخلفي يعني، وتم يعني زي ما كده فتح الرشاش، فبعض الأشخاص اللي كانوا في الساحة ديت أو في الصالة دي مباشرة طبعا سقط أشخاص إضافيين. أنا قدرا كنت في الغرف الجانبية وبطرف عيني عرفت أشوف اللي بيحصل يعني. بعدين دخلوا القوات ديت وطلبوا الناس أن يطلعوا، وفي بعضهم قام بقتل بعض المصابين اللي كانوا بينزفوا في المكان.
كم تقديرك لعدد الناس اللي قتلوا وانت شفتهم؟ يعني شفت كام؟ بص يعني انا الرقم ده، يعني انا عارف انه مساله العدد دائما فيها حساسيه كبيره. انا اقدر اقول لك ان انا عديت اللي كانوا في المسجد، اللي كانوا في اللي هو المركز الاعلامي، يعني اللي هو كان بيسمى المركز الاعلامي، ومش عفوا مش المسجد، المركز الاعلامي اللي هو كانت تعتبر دار المناسبات يعني، والمبنى نفسه اللي هو بعد كده تحول للمستشفى الميداني يعني. اعتقد انه كان حوالي 370 يعني، لو في النطاق ده الرقم اللي انا عديته. وطبعا مع العلم انه ده رقم بيحتمل تأويلات كثيرة، بيحتمل تأويلات الخطأ أكثر من الصواب، لأنه أنت في حالة عاطفية شديدة الشحن، أنت ما تعرفش هل أنت كررت العد ولا لأ، هل أنت فعلا طيب في أشخاص تم نقلهم من والله المركز الصحفي للمستشفى ولا لأ. لكن هو الرقم أنا تقديري الشخصي على الأقل، خليني أقول لك، بيكون بحكم ان انا قعدت في رابعه من البدايه للنهايه، البدايه اللي يعني بعدها بايام، بعد بدايه العصام بايام الى يوم النهايه، انه لا اظن انه عدد الضحايا يوم الفض يتجاوز 1000 شخص. وده انا هرجعه لك بعدين. في السجن كان محل جدال يعني المساله ديت، انه لا ده دول 5000 ولا 10000. المساله مش يعني طبعا يعني ربنا قبل كل شيء وقبل كل انسان هو عنده العلم بمن فعلا يعني قتل يومها. لكن اعتقد تقديري الشخصي بناء كمان على انه يوم الفض نتذكر انه كثير من المعتصمين، اصلا الفض حصل بعد العيد بفتره قليله، كثير من المعتصمين كانوا غادروا في الاعياد على اساس راحوا للمحافظات والاقاليم للاحتفال مع اهليهم او غيره. فالعدد اللي كان في ميدان رابعه العدويه، في اعتقد تقديري الشخصي اللي كانوا وقت يوم الفض وساعتها، خصوصا مش بس اتكلم اليوم، ساعتها لانه كان في ساعه مبكره، وكثير برضه كان ربما مثلا غادر لأماكن أخرى في القاهرة عند أقارب أو أصدقاء للبيات، ده برضو كان قائم. فأعتقد أنه لم يكن يزيد العدد المعتصمين في رابعة يوم الفض عن 4000 كأقصى تقدير يعني. ده تقدير الشخصي اللي قد أكون مخطئ فيه، مع العلم برضو أن في ضحايا سقطوا في شكل الناس اللي جت في مظاهرات من أماكن مختلفة وحاولت تدخل الميدان، ده برضو اللي هو في ميدان رابعة فقط. بالظبط. بس انا هنا بكلمك يا سيف على اللي هو يوم الفض نفسه يعني. خلينا نتخطى قصة المذبحة، لأنها أعتقد لها أيضا مكان آخر لنشر هذه الشهادة وهذا الحدث التاريخي اللي بيفصل بصراحة مصر يعني إلى نصفين، نصف قبل المذبحة ونصف بعد المذبحة. إلى بالليل وقت اعتقالك، ومنه ندلف إلى قصة السجن نفسه. عبد الله الشامي كمعتقل صحفي، وبعد ذلك كمضرب عن الطعام وصاحب يعني إضراب شهير جدا في تاريخ السجون المصرية بعد انقلاب يوليو 2013. انت اعتقلت ليلا، ازاي حصل الاعتقال ورحت فين بعد لما اعتقلت؟ تمام. ومسارك في الشهور السجن ما قاربت السنة يعني. تمام. أنا طبعا في نهاية يوم الفض لما حصل إنه دخلت القوات وأخلوا الناس وكده، كنت خارج مع الناس عموما يومها، وعند آخر نقطة تفتيش قبل اللي هي عند المسجد، أعتقد مسجد نوري خطاب، اللي هو في تقاطع مصطفى النحاس مع شارع الطيران. كان في كمين للشرطة أو الجيش عفوا، وبدأوا يسألوا الناس على بطايقهم. وفي اللحظة ديت يعني أنا بيسألني الضابط على البطاقة، قلت له معايا جواز السفر بس. بالعقلية الأمنية المصرية الفذة طبعا اللي كلنا عارفينها، قال لي أنت فين بطاقتك؟ قلت له اتسرقت وكذا. قال لي طيب. بدأ يبص جواز السفر، أنت ليه بتسافر كتير؟ وده سؤال يعني برضو أرجع أقول بيدل على العقلية الفذة اللي بيفكروا بيها، العقلية الأمنية العظيمة. أنا كنت في لحظة شحن، يعني في لحظة شحن بمعنى اليوم وخلص واللي فيه. فقلت له هو أنا بسافر بفلوسك؟ ما فكرتش في لحظتها بأمانة في رد فعله او في اي اللي انا قلته. خلينا نقول في لحظه، خلينا نقول انه كان اسهل شيء فيها ان هو يضربني في مكاني، يعني ما يعني ايه، هيكون اقل ما سيتم فعله في يوم زي ده، يعني يوم دامي بالظبط. فهو اللي حصل انه هو
راح ونده ناس من المباحث، قال لهم شوفوا الناس دي يبدو يعني ايه عايزين نعمل عليهم زي تحري او كده. وقتها انا كنت وخمس اشخاص تانيين اخدونا حطونا على الرصيف شويه. انا كنت وقتها في يعني للطوارئ في موبايلي في جيبي عفوا موبايل صغير من اللي هو النوكيا القديم ده اللي هو بس اتصالات ورسائل. كنت مجهز رساله فدخلت ايدي في جيبي وضغطت على يعني اللي هو ان انا فاتح الصفحه بتاعت انه انا حصل لي كذا كذا، والرساله دي بعتها لمديري في الشغل. بس قعدنا حوالي ساعتين. بعد كده بتوع المباحث دول رجعوا وخدونا وبعد كده انا بذكر انه واحنا واخديننا على عربيه الترحيلات اللي هي كان وقتها خلاص تقريبا الساعه عدت 6. واحد من الضباط بيسال بتاع المباحث بيقول له هم مين دول؟ او في ايه يا باشا؟ انا لسه معايا خزنه ما خلصتهاش. خزنه معناها عدد رصاصات. مظبوط. بيقول له هم دول حماس ولا جماعه ارهابيه ولا عارف ايه، بعض يعني الاوصاف اللي قالها. وقال له فالتاني يعني بيضحك عليه كده بيضحك وبيقول يا ريت والله بدل لما نحقق ونسال وما اعرفش ايه. بس طبعا ودول كانوا قوات خاصه بس شايلين القناع اللثام يعني في لحظتها، وكانوا قاعدين ايه ناحيه كوك دور لو انا فاكر هناك في الشارع يعني. فخدونا في العربيه وحطونا، كنا مجموعه تقريبا من 48 واحد، ودونا على صاله 4 مغطاه في استاد القاهره. وهناك فضلنا الى ساعات الفجر الاولى. كان في طبعا حاله ارتباك، مش عارفين ايه اللي بيحصل، مين هيعمل ايه. عدد الناس كان يقارب 1000 في مقابل تقريبا كتيبه او كتيبتين بس من الامن المركزي. فكان صعب السيطره على الناس. واذكر انه بعدين عرفت انه في ناس اصلا عرفوا يهربوا من الشبابيك من الابواب الخلفيه بتاعت الصاله الحمامات وهكذا يعني. اذا انت من الكمين الى عربيه الترحيلات اللي خدتنا الى استاد القاهره اللي هو الصاله مغطاه 4 اللي هي فضلنا فيها الى الفجر. ومن هناك تم توزيع الناس كلها على اقسام الشرطه في القاهره الكبرى كلها. انا كنت نصيبي اسم شرطه الشروق، مدينه الشروق. قعدت فيه من يوم 15/8 الى يوم 18 اللي هو اليوم اللي حصل فيه مجزره عربيه الترحيلات بتاع ابو زعبل. ولنا معها وقفه اخرى، لانه انت يعني فلت من عربيه ترحيلات ابو زعبل انك رحت بدري على السجن، لكن وقعها عليك كان عامل ازاي؟ اللي انا عرفته لاحقا طبعا يعني بعدها بشهور انه اهلي تصوروا انه قد اكون يعني في السياره ديت، والناس فضلت فتره لغايه ما تعرف اسماء اللي الله يرحمهم اللي قتلوا في السياره وكده. رحله السجن اللي بدات يوم 14/8 وانتهت يوم 18/6/2014 مرت باسم شرطه مدينه الشروق، ثم السجن العسكري في ابو زعبل من 18/8 الى 21/8، ثم من 21/8 الى 16 ديسمبر او عفوا 18 ديسمبر كنت في ليمان 2 ابو زعبل. ثم اتنقلنا الى استقبال ترى اللي انا قعدت فيه حتى يوم 4/5/2014 طبعا. وبعدين تم نقلي وقتها في محاولة طبعا لإثنائي عن موضوع الإضراب اللي أكيد هنتكلم عنه إلى سجن العقرب في حبس انفرادي إلى يوم بالظبط إلى 35 يوم اللي هم ربنا يعني كرم وخرجت في يوم 18/6/2014. هذه الرحلة مرت بأكثر من 6 أماكن الاحتجاز، ما بين اسم شرطة وما بين أيضا استاد القاهرة. أنت يعني قبل ذلك قعدت في استاد القاهرة، وده يلقي الضوء على أماكن احتجاز الناس مش عارفينها وهي غير رسمية وغير مسجلة، زيها زي بعض الأماكن اللي بيتم إخفاء الناس فيها قسريا ومحدش عارف هم بيكونوا موجودين في المكان ده ليه، إلى عدد من السجون العمومية تتراوح في شدتها. أيضا في سجن عسكري أنت رحت أبو زعبل عسكري، وسجون عمومية إلى لحظة بعد كده الإفراج عنك. 10 أشهر ونص لو هنقول إنه مدة اعتقالك، لكن أنت بدأت هذا الاعتقال بهويتك كصحفي. عبد الله الشامي صحفي الجزيرة المعتقل. متى تم اكتشاف في اللحظة دي كلها انك صحفي؟ انا تم اكتشاف ان انا صحفي وصحفي في الجزيرة في يوم وصولي لسجن ابو زعبل العسكري اللي هو كان يوم 18/8. لكن في الفترة من يوم الاعتقال حتى
يوم الوصول لسجن ابو زعبل العسكري لم يكن هناك خلينا نقول اعلان، سواء من طرفي في الاول، لانه انا زي ما انت عارف الظرف اللي كانت فيه البلد والحاله والقصه وكونك بتعمل صحفي في الجزيره لم يكن يعني احسن شيء ممكن تعلن عنه في لحظتها. ففضلت ان انا ما اعلنش عن هويتي. لكن وقتها حتى لما جه وكيل النيابه يعني في اسم الشروق واستجوبنا، يعني قلت له انا اعمال حره يعني ده وقتها. اللي حصل انه تبين لي لاحقا يبدو انه الجزيره قررت ان هي تبدا تعلن انه عندنا صحفي معتقل في مصر بعد اليوم ده كان يوم 15، اليوم اللي وكيل النيابه جه فيه. اليوم اللي بعدها بداوا يعلنوا اعتقد يعني، او اليوم او اللي بعدها اللي هو 17. لما انا وصلت سجن ابو زعبل العسكري فكنا اول عربيه وصلت، فنزلنا من العربيه بيقروا الاسامي. انا كنت تاني اسم في القائمه. فالرائد اسامه مشهور اذكر اسمه اللي هو كان بتاع المباحث، تاني اسم قال لي ايه ده، هو انت بتاع الجزيره بقى اللي دوشنا بيه بقى ومش عارف ايه بتاع وبس. فانت بقى فاهم بلغه السجون ايه اللي بيحصل بعد كده يعني. وصى عليك باللفظ السجن، وخلينا العمليه اروق شويه في الكلام. وصى عليك اللي حصل يعني برضو عشان يعني بشكل كده مختصر انه في خدوني انا وبعض الاشخاص الاخرين بعد ما انتهوا من الاسامي، خلونا ندخل جوه الزنزانه بتاع السجن العسكري اللي هي كانت قمه في القذاره، سواء الحشرات او الاكل الفاسد او كده، وننظفها. فكنت انا شخصيا كل ما انا طالع وخارج من العنبر ده، خلينا نقول يعني هو في الاصل بيستخدم لبيات العساكر، اللي يضربني واللي يشتم واللي مش عارف ايه، ولدرجه انه واحد من العساكر خد مني ساعه ايدي يعني. وفضل الحال ده ما بين لغايه ما خلصنا التنظيف الى لما دخلوا الناس كلها، كل الناس، احنا بنتكلم الناس كل الناس، لما العربيات كلها وصلت وكل الناس تم ايه. بالمناسبه السجن العسكري كان 3 عنابر يعني 3 عنابر. كل عنبر فيه كام زنزانه يا عبد الله؟ لا السجن العسكري ما كانش يعني، كان 3 عنابر، والعنبر هو زي صاله واسعه كده، وبعدين في الاخر في ما يشبه الحمام يعني. طيب هل هو كان متقسم يعني؟ خلينا اتخيل معاك، لانه المشاهد او المستمع ما يعرفش عنبر بالمعنى الكبير اللي هو العنبر الكبير اللي هو بيكون فيه. هل كان فيه سراير ولا كان؟ خليني اقول لك انه انا في العموم يعني، وخليني ادخل للمرحله اللي بعدها كمان، كنت عندي التصور ده اللي هو على الاقل انت بتشوفه في التلفزيون وفي الافلام، انه السجن بقى كلنا هنلبس ابيض والكابات بقى وطلع اللسان يا مسجون والكلام ده طبعا ما كانش صحيح. سواء في السجن العسكري او بعدها ب3 ايام لما تم نقلنا لليمان 2 ابو زعبل، هي مجرد خلينا نقول صاله بمعنى الكلمه او اوضه كبيره. وطبعا الليمان كان احسن حالا شويه. الليمان اللي حصل فيه انه تم توزيعنا، احنا كنا حوالي اعتقد 850 شخص، منهم 530 تم تسكينهم في ليمان 2 ابو زعبل، بس في دورين، الدور اللي هو السادس والسابع. فكان زنازين 6-3 و7-3. 6-3 و7-3 دول هم كانوا زنازين الكبيرة. أنا كنت في 6-3 سوري كنت في 1-6. يعني هو أنت في الدور فأكبر واحدة بتبقى رقم 1، وبعد كده عندك 6 زنازين على اليمين وعلى الشمال، الزنزانة بتبقى عبارة عن زي ما قلت لك مساحة واسعة، وبعدين في آخرها كده في ممر صغير، في حمامات طبعا مجرد بيفصل بينها حوائط، مفيش خصوصية، مفيش اللي بعد كده المساجين هم عملوا فيه نوع من الخصوصية وكده. بس هو ده كان شكل الزنازين عموما، سواء الكبيرة أو الصغيرة. كنتوا فيها كم معتقل؟ الزنازين الكبيرة اللي هي زي 1-3 عفوا 1-6 و1-7 دول اللي هم يعني الدورين دول، كان فيهم تقريبا خلينا نقول ما بين 80 ل 90 شخص. 80 إلى 90 شخص. انما الزنازين اللي على جنب ديت كان فيها من 25 ل 30 شخص. هل كان مزدحمه بمقياس 80 90 شخص بمعنى انه ما فيش مكان، ولا هي كانت كبيره وبتساع؟ طيب هقول لك انه ما بين يوم 21/8 الى يوم 18 12 كتير من يعني كان بيحصل اخلاءات سبيل بشكل دوري، يعني كتير من الناس اللي جاب وسايط واللي ده في اول ظاهره الاعتقال في مصر كان شيء عادي، انه الناس كانت بتطلع وبتخش كتير. وده بالمناسبه من الاشياء اللي غير ما اعتقدش ان هي معروفه كتير عن القضيه دي بالتحديد، انه
ما بين فعليا الاعتقال او اعتقال الناس يوم الفض الى بالتحديد الى وقت ما انا خرجت اللي كانت تعتبر قبل الاخيره، خرج على الاقل نص المعتقلين في القضيه دي اخلاء سبيل. يعني عدد يعني انت لما تشوف الحكم الغيابي تقريبا هو نص عدد الناس يعني. فبناء عليه انا بقول لك المعلومه دي عشان انه بعدين الزنزانه كده شويه شويه تخففت. كان في جزء من المعتقلين هم اطفال قُصّر، حوالي تلت العدد ده تم اخراجهم ونقلهم لسجن اخر. كم كانوا بالظبط عدد المعتقلين من الاطفال القُصّر تحت 18 سنه يعني؟ حوالي 20 واحد تقريبا. فزنزانتنا نوعا ما رست على تقريبا حوالي 50 في الحدود ديت، ما بين اللي خرج وما بين القُصّر وما بين الناس. قعدت في الزنزانه دي يا عبد الله قد ايه؟ الزنزانه دي قعدت فيها زي ما قلت لك من يوم 21/8 الى يوم 18/12، يعني نصف فتره الاعتقال ربما تقريبا يعني، او خلينا نقول يعني ما يقارب من 40% من وقت الاعتقال. يعني هي الزنزانه اللي كان فيها الوقت الاكثر اللي امضيته يعني. انت كصحفي جوه السجن وما كنتش فقط معتقل سياسي، يعني في معتقل سياسي وقيادي في تنظيم، او معتقل سياسي وقيادي في حركة طلابية، او معتقل سياسي وناشط سياسي كبير جدا ومعروف ويكون له علامة مميزة. واحنا عارفين كنظام السجون من جوه انه كل واحد بيتم تعريفه بحاجة معينة، فانت كان ضروري ان انت كنت صحفي. ايه اللي كان بيميزك وسط المساجين في الفترة دي؟ خلينا نتكلم عن فترة من شهر 8 الى 12 الى منتصف 12 لغاية بقى لما انت بعدها تبدأ مرحلة الإضراب اللي هي استمرت 149 يوم من الإضراب عن الطعام. كيف كنت تتعامل كصحفي داخل السجن؟ أنا من البداية حاولت قدر الإمكان أن أنا أستمر في مسألة التوثيق بمعنى توثيق التجربة اللي كانت أول مرة في حياتي طبعا، اللي هي تجربة السجن، وتوثيق أنه كونها جاية في فترة سياسية مهمة جدا في مصر، الانقلاب وتبعاته، وكون المجموعة اللي كان تم اعتقالها في رابعة بلا مبالغة يمكن كانت بتمثل مصر بشكل كبير. يعني كان في أشخاص من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. كان في ناس من أسوان، ناس من مطروح، ناس من جنوب سيناء، ناس من مدن القناة، ناس من شمال سيناء، فعليا من البحر الأحمر حتى. يعني أنا من باب التوثيق اللي أنا كنت بعمله كتابيا وغيره يعني تعرفت على ناس كتيرة من مختلف مش بس الأطياف الجغرافية وإنما كمان الطبقات المختلفة، اللي هو زي ما قلت لك من الأطفال القُصّر إلى البائعة الجائلين اللي تم اعتقالهم من الميدان في يوم الفض، سواء يعني بياعين الشاي، بياعين الأكل، إلى الأشخاص اللي كانوا بمستوى أعضاء مجالس شعب، أساتذة جامعة، إلى طبقات غنية وطبقات فقيرة للغاية، طبقات. فشفت أقدر أقول لك يعني مش حابب يعني أخلي الموضوع رومانسي أو درامي، بس فعليا كان في كافة النوعيات اللي ممكن تكون موجودة في المجتمع الخارجي. خلينا نقول إنك شفت مصر جوه. بالضبط، يعني أشخاص سياسيا كانوا جماعة إسلامية معتقلين أيام مبارك، كان في أشخاص أقصى النقيض ما بيصلوش أصلا، ما بي يعني واشخاص يعني. فدايما كان في، مش عايز اقول لك كوميديا، بس كان في الخناقه بتاعت انه بتوع الجماعه الاسلاميه عايزين يأدبوا فلان اللي هو بيسب الدين، عارف يعني، اللي هي الفكره اللي اكيد انت برضو مريت بيها وهكذا. بس كانت تجربه بامانه تجربه مختلفه، اعتقد ان هي شكلت جزء كبير من مش عايز اقول وعي او معرفتي بمصر، لانه انا برضو سابقا قبل السجن انا فتره التحامي بمصر هي فتره الجامعه اللي هي من 2005 ل 2009 ثم فتره السجن، فما عنديش يعني برضو خلي اقول لك المعرفه القوي بالمجتمع المصري، بس اقدر اقول لك ان انا تعرفت على المجتمع نفسه اكثر في السجن يعني. سؤال هنا، كيف كنت تقضي يومك في السجن كصحفي وانت كان المشهور عنك انك كنت بتقرأ كثيرا؟ بص، هو يعني بحكم برضو ان انت مريت بالتجربة ديت، هو دائما ده اصعب شيء على اي مسجون عموما، مش بس كونك صحفي ولا كونك ايا كان مسماك ايه، هو ازاي تقضي اليوم اللي هو يبدو اطول من المعتاد لما انت بتكون بره السجن. فحاولت في الفترة الاولى، انا كنت من حظي، خلينا اقول يعني لو ان السجن ما فيهوش حدود، بس من حظي ان انا زي ما كنت بقول لك مريت في الاول على ايمان ابو زعبل، اللي هو برضو
بعد اللي حصل في السجن العسكري من يعني إهانة، وطبعا اللي سبقوا في الاسم وغيره، كانت الأمور بشكل كبير كانت هادئة. يعني بمعنى إنه كان في مناكفات، مناوشات كلامية، نوع من يعني خلينا نقول السخافات من إدارة السجن أو خلافه، بس كان بشكل كبير مفيش اللي هو ينغص حياة المساجين. يعني ما ينغصهاش بمعنى انه مسجون، لكن على الاقل ما بيحصلش بهدلة جسدية، بهدلة نفسية جوه الزنزانة نفسها. يعني خلينا نقول بلغة السجون ايام عادية بالظبط. فانت طبعا بقول لك كونك معاك الخليط ده وانت في الزنزانة الاكبر في الدور، فكنت بتبدأ اليوم بصلاة الفجر، اللي جزء من الناس يعني ايه هم اللي بيحاولوا ينظموها وبيحاولوا ان هم يعني ايه يديروا الموضوع. ثم بيمر بال انك انت بعدين على الساعة 9 الصبح تقريبا بيفتحوا البوابات، الناس تخرج. كنا بنخرج في الممرات، ما حصلش ان احنا خرجنا يعني لانه السجن لمن ابو زعبل بالمناسبة هو مش زي سجن ترى، هو مبنى اشبه بمباني المدارس في مصر. فبالتالي انت لما بتخرج انت بتخرج في الطرقه في الممرات. ده يرجع لسبب ان هو انشئ قديما ايام الانجليز، لم ينشأ في عهد الجمهورية. اللي كانوا بينزلوا تحت بس للدور الارضي هم اللي كانوا بيروحوا يجيبوا الاكل بتاع السجن، او اللي رايح الاعداد، او الناس اللي هم النبطشيه اللي ممكن بينسق مع اداره السجن حاجه، او الزيارات طبعا او كده يعني. فاليوم كان بيمر في كده. انا كنت بحاول قدر الامكان في اغلب الاوقات انه انا بستمر في عمليه التوثيق اللي هي بتكون بيتم يعني فيها التنقل بين الزنازين، لانه اخد يعني معلومات من الناس عن شهاداتهم عن الفض. يعني انا سعيد برضو ان انا اعرف ايه اللي حصل، لانه انت بتتكلم عن ناس كانوا موجودين في كل نواحي الميدان مكان الاعتصام، فانت عايز تعرف وجهة نظرهم وتسمع الشهادات من أماكنها المختلفة. طبعا كان اللي بيحصل إن إحنا برضو بننسق الزيارات مع بعض، بمعنى إنه أنا لما تعرفت على فئة عمرية مقاربة مني في الفترة ديت، فبقينا بنوزع الزيارات ما بين بعض. فبمعنى اللي موجودين في القاهرة أو اللي موجودين في محافظات قريبة، فبدل لما يحصل مثلا إنه عبد الله وفلان 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 يجي لهم الزيارة كلهم في نفس اليوم. وطبعا أنت يعني خلينا نقول كمسجون سابق تعرف أهمية التوزيع بتاع الزيارات عشان يفضل دائما في حالة يفضل يعني الزنزانة دايما فيها أكل وفيها حاجاتها يعني. وفي المقام الأول شخصيا كان عندي يهمني فكرة إنه يكون فيه الاستمرارية في معرفة أخبار العالم، معرفة إيه اللي بيحصل برا. فكون إنه الناس نوزع الزيارات خلينا نقول على أيام الأسبوع اللي هم الخمسة، لأن أنت عندك في النهاية الجمعة والسبت ما فيهمش زيارات. انت في النهايه بيبقى عندك خلينا نقول ايه امداد مستمر بمعلومات. كله يسمع. طبعا احنا في ابو زعبل قدرنا نعمل حاجه اعتقد يمكن اول مره تتحكي عموما، يعني هي ان احنا عملنا اذاعه داخليه. الاذاعه الداخليه ديت قدرنا نعملها من خلال ان احنا في احد الاشخاص قدر ان هو في زياره من الزيارات يجيب MP3 بلاير اللي هو زمان كنا بنحطه في العربيات كده، و اسمه ايه ده، وبتحطه على موجه يعني ايه وبيشغله على الراديو. واحنا طبعا زي ما اقول لك ارجع اقول لك كان معانا ناس من كافه المجالات تخصصات بالظبط. فوقتها احد الاشخاص اقترح انه احنا ممكن نعمل الاذاعه من خلال، انا طبعا دوري كان تحريري في الاذاعه نفسها، بس الفنيات كانت طبعا ناس في هندسه وكده، انه حد طلب من اهله يجيبوا اسلاك نحاس في زياره من الزيارات. والاسلاك النحاس ديت بعد كده انت بتعرف ان هي بتتحط على الشبابيك من بره، فبتبقى اشبه بموصلات اشاره. فبالتالي اللي عنده راديو في الدور اللي فوق يقدر يشغل على وتم الاتفاق ده، كان اتفاق داخلي بيننا، انه الساعه 9 كل يوم بالليل افتح على موجه رقم كذا كذا هتسمع نشره الاخبار اليوميه. النشره ديت اللي احنا جمعناها من الزيارات ومن الجرايد اللي دخلت. فكانت شيء بلا مبالغه اعتقد ان انا اول مره احكي الموضوع ده يعني.
انا برضو يعني ما حكيتوش قبل كده الاسباب تخص امان الناس وخلافه يعني، لكن الموضوع ده مر عليه سنين طبعا يعني، سنين 10 طويله. سنين قرابه ال10 سنوات. فاللي بيحصل انه فكانت خليني اقول لك يومي نفسه جزء اكبر منه بيكون في ترتيب الاذاعه ديت. وكان وقتها معايا الله يمسيه بالخير شوكان، لانه برضو كان صحفي معايا بالمناسبه، مصور صحفي، وكان موجود في نفس الزنزانه اللي انا كنت فيها. فشوكان كان انا وهو بنكتب النشره سوا، ومره هو يقولها وانا اقولها وبنسجلها. اللي بيحصل ان احنا بنسجلها على الام بي 3 بلاير ده، وبعد كده بنغيره من وضع التسجيل لوضع الاذاعه، وفي الساعه ديت الناس بتسمع الاخبار. فده كان اليوم يعني بيدور في النواحي ديت. طبعا لا يخلو الموضوع من ملل ومن ضجر، انت في النهايه معتقل مهما كان عندك من اسباب شغل وقت وتسليه وخلافه. ولاحقا طبعا يعني حصل، مش عايز اقول لك حصل تعود، بس انا بذكر يعني، وهنهي الاجابه الجزء ده بدي، انه انا اللحظه اللي دخلونا فيها الى العنبر ده، وبصيت حواليا ولقيت الناس كلها الكل واقف في حاله كده من خلينا نقول عدم الفهم او عدم التصديق. قلت لنفسي بس احنا داخلين في مرحله جمال عبد الناصر جديده، 25 سنه يا ابني بقى هتقعد في الزنزانه دي. ده اللي كان في بالي في لحظتها. وانت بتبص حواليك لسه ما تعرفش تآمن لمين، ما تعرفش مين اللي ممكن تكلمه، ما تعرفش، وهكذا. بس خليني اقول لك ان اصعب ما في السجن هي لحظات السجن العمومي الاولى، ان انت بتبقى داخل زنزانه. وانا بتذكر يعني قلما بحكي الكلام ده في عنبر كله يسمع يعني عن حاجه شفتها، لكن فعلا كان اصعب اللحظات عليا لما دخلت زنزانه لقيت كل الناس لابسه ابيض في ابيض، وعارف لحظه لما بتخش انت كإيراد جديد كله بيقوم يقف تمام، ولازم كله يسلم عليك، وبعدها بشويه تقعد الناس تشوف الحاجه اللي انت عايزها. انت لسه في حاله عدم استيعاب، لسه بالظبط، حاله كبيره من عدم الاستيعاب. بعد كده تفضل تتعرف على الناس، فتفضل تقول لهم انا كذا كذا وبشتغل كذا وبعمل مش عارف ايه. انا اعتقد يا سيف، وهو ليس فيه اطلاقا يعني نوع من التصنيف، بس يمكن من الشيء الكويس في تجربه السجن خلينا نقول ان انت بشكل كبير كنت مع ناس مش عايز اقول مشابهه ليك في تفكيرك، بس ناس في النهايه سياسيين بين قوسين. وده طبعا لا ينفي الظلم الكبير اللي بيحصل على الجنائيين في مصر، او لانه طبعا ده اكيد كلنا شفناه في مآسي في وده لولا ما كناش هنعرف الظلم اللي بيحصل على الجنائيين والتعذيب القاسي اللي هم بيتعرضوا ليه، والمعامله غير الانسانيه اللي هم بيتعرضوا ليها. خليني أسألك وانتقل معاك إلى يومك داخل السجن. وانت كنت من المعروف عنك انه كنت بتقرأ كثيرا داخل السجن، حتى أنا أتذكر في إحدى الرسائل اللي أرسلها لي يعني أبويا وأنا معتقل، وأنا دخلت السجن في يناير 2014، كنت انت بقالك وقتها 4 أشهر أو أكثر، وشهر أو اشتهر عنك انك كنت بتقرأ كثيرا داخل السجن. هل القراءة داخل السجن كان لها علاقة بالتوثيق اللي انت كنت بتعمله؟ وايه ايضا الاهم القراءات اللي انت قريتها جوه السجن مش قادر تنساها الى الان، او ما زالت معلمة معاك زي ما بتتكلم؟ خليني اقول لك يا سيف انه انا يعني ربما الغريب انه انا اول رواية قرأتها في السجن، يعني انا كانت قراءاتي من 3 مصادر مختلفة. يعني اخويا مصعب كان بيجيب لي روايات، وصديق ليا كان بيجيب لي روايات، ومن ثم طبعا المصدر الثالث كان الكتب اللي بتيجي مع ناس تانية وبستعيرها منهم يعني. لكن أول رواية قرأتها في السجن واللي كانت شوية يعني رمزيتها غريبة في إن هي رواية 1984. فلك أن تتصور إنه 1984 كان أول مرة أقرأها في حياتي، النص الأصلي يعني اللي هو مش المترجمة، وكانت في السجن. فبقيت بأسقط كل شيء بقرأه على واقع مصر في اللحظة دي، اللي هو الانقلاب او محاولات سيطرة على الناس وكل ده. فدي من الاشياء اللي اثرت فيها جدا الروايه ديت، لانه حسيت ان هي في بدايه يعني ديت كانت اول ما قرات، ويعني لمست معايا جدا. لكن انا اعتقد انه انا في فتره السجن قرات تقريبا 18 كتاب، لو متذكر العدد. وكل الكتب دي بالمناسبه انا سبتها في السجن، ما خدتهاش معايا، يعني سبتها للناس من بعدي، الناس اللي فضلت يعني.
بس كانت في اغلبها اشياء تاريخيه، يعني لو هي كتب، يعني كتب. بالمناسبه كان منهم كتاب مثلا عن مصر ايام الملكيه، اواخر، يعني اللي كان الكتاب ده بيسمى اواخر ايام فاروق، كتاب بالانجليزي. وقرات برضو لاول مره، برضو زي ما كنت قرات بالنسبه لجورج اورويل، كانت اول مره اقرا له كانت ميلان كونديرا. ويعني ما اعرفش انا ناطق الاسم صح ولا لا، بس يعني انا بحاول. بس وصلت المعلومة. اللي هو كائن لا تحتمل حفته، لا تحتمل، كائن لا تحتمل خفته. برضو كلا الروايتين دول يعني دي اسقطتها على مين؟ كائن لا تحتمل خفته. يعني انت كنت بتسقطها مش بس على سياسيا، بس اظن كنت بتسقطها برضو على الاشخاص اللي انت كنت بتلاقي نفسك بتضطر للتعامل معاهم ولا تحبهم. سواء في النهايه، انا بالمناسبه كنت دائما بفرق ما بين ال الناس اللي هم في السجن، لانه انا عارف انه الانسان طبعه في السجن بيكون يعني عاري تماما، يعني ما يعني لان هو انت في النهايه بيكون في حاله محاوله البقاء يعني. وجنب كده كان في اللي هو الناس اللي هم الاشخاص الثقيلين اللي انت بتضطر بقى للتعامل معاهم فعليا، المخبرين، الضباط وكده. المخبرين اللي هم كانوا يجوا بعد الزياره يعني يتذللوا لك كده، اللي هو نظام ما تجيب حاجه، ما فيش كده، عايز سجاير، عايز اكل، عايز حاجه من اللي جالك في الزياره. بالنسبه للروايه ديت، قرات روايات كتيره اغلبها تاريخي. قرات اشياء عن زي ما قلت لك مصر ما قبل انقلاب يوليو. واعتقد انه في جزء من حلاوه القراءه في السجن هي في فكره انه انت بتستطيع السفر بعيدا بخيالك مع الكتاب. يعني انت الان، هل كانت القراءه بتمثل ليك محاوله للهروب من الواقع البائس اللي انت فيه؟ اعتقد مش هروب بمعنى الكلمه، على قد ان هو محاوله لاطاله النفس. يعني انت في النهايه بتصحى، واظن مجرد لحظه الاستيقاظ اللي انت فيها عينيك بتتفتح على نفس التفاصيل الجدران والسقف وتفاصيل الاشخاص والشبك، الشبابيك اللي كانت على جنب اللي كانت عليها شبك حديد، دي كانت متذكرة طبعا، اللي كانت بتستخدم في بعض الاماكن ك يعني علقيات، يتحط مسامير يعلقوا عليها الحاجات في الحته ديت. العصافير بلغه الحبسجيه، العصافير، العصفوره دي الحاجه اللي انت كنت بتعلق عليها. نعم، بتعلق عليها. نعم. بس لكن الكتب اعتقد زي ما اقول لك هي كانت بتبقى فرصه ليك ان انت مش بس خلينا نقول يعني لو اتفقنا مع مسمى الهرب، هي فرصه ليك برضو ان انت تقنع نفسك ان انت قادر على هزيمه محدودية المكان اللي انت فيه، اللي هو الزنزانة. فانت الكتاب، وده بالمناسبة فيما بعد يعني ليه كان مثلا في بعض السجون لغاية دلوقتي في مصر ليه مثلا بتمنع الكتب او غيره، لانه هو كجزء من التعذيب النفسي هو حرمانك من قدرتك على الخيال، او قدرتك على ان انت تستطيع ان انت تهزم فكرة الحبس بمساحته بقيوده، بقراءتك لشيء بترحل معاه بعيدا يعني. لكن بلا شك القراءة نفسها كانت هي واحدة من الأشياء اللي مش بس كتب، يعني الجرايد، المجلات، الخطابات. طبعا ده عالم تاني لوحده، والخطابات اللي انت بتتلقاها واللي انت بتكتبها. وأنا كان يعني الخطابات فيما بعد كانت شيء مهم بالنسبة لي، عشان لما دخلت في المرحلة اللي هي المرحلة التانية بتاعت السجن، الإضراب وكده. لكن أعتقد أنه يعني كانت أكثر فترة أنا محتاج فيها الكتب هي كانت فترة سجن العقرب، اللي هو كنت فيه في حبس انفرادي لمدة 5 أسابيع، وما كنتش عندي أي شيء إطلاقا. فوقتها حسيت بمعنى فعلا اللي أنا بحاول أشرحه هنا، اللي هو معنى إزاي الكتاب كان شيء مهم جدا، إن هو يعني بيساعدك على تجاوز الأيام، أو إنك أنت يعني تعدي الأيام يعني في السجن. كله يسمع. عبد الله، أنت المرحلة الأولى من السجن اللي احنا قررنا إنه هي تكون في حلقة لوحدها امتدت لغاية 21 يناير 2014 إلى يوم لما أنت قررت إنك تضرب عن الطعام كسلاح، واستخدمت جسدك كسلاح لنيل حريتك بعد ذلك.
هذه المرحلة انت كنت يعني وسط ناس من المعتقلين. مين اشهر اصدقائك من المعتقلين، سواء المعروفين للناس او غير المعروفين، واللي ما زالوا اصدقاء ليك الى الان؟ انا شفت مرة صورة ليك مع احد الزملاء السابقين لك، وكتبت تحتها عبارة صداقة ولدت في السجن لا تنمحي ابدا او حاجة زي كده، وكانت هذه الصورة مع محمد سلطان. فمين الناس اللي تكونت يعني اللي عملت معهم علاقة صداقة في السجن واستمرت إلى الآن ومش قادر تنسى، وأيضا ناس ما بقوش ما بيننا إلى الآن وهم كانوا أيضا معاك في السجن؟ أعتقد أنه قبل الصورة دي حتى اللي أنت بتتكلم عنها في 4 أشخاص بالتحديد، يعني هم اللي يمكن اللي أنا ما زلت إلى الآن على علاقة وطيدة بيهم، والحمد لله يعني كلهم خرجوا بره السجن ما بين دول مختلفة، يعني فعليا ما بين 4 دول. يعني دول الأشخاص اللي علاقتنا بدأت، يعني واحد منهم بدأت في الزنزانة بتاعت اسم الشروق، ومن ثم لاحقا ال3 الآخرين اللي يعني اللي كملنا المجموعة ديت تعرفت عليهم في ليمان أبو زعبل، ومن ضمن ال4 3 بقوا معايا في نفس الزنزانة في استقبال ترى، وإلى الآن حتى عندنا جروب على الفيسبوك يعني وكده، عفوا على الواتساب يعني. بس دول المجموعة هم كانوا عمريا أصغر مني يعني 2 أو 3 بس، يعني حسينا إن احنا يعني قدرنا نعمل تفاهم مع بعض، وبقينا يعني في ما بيننا الصداقة اللي هي زي ما انت بتقول كده، الصداقة اللي بدأت من السجن وهتستمر، يعني لأنه دائما صداقة السجن بتكون مختلفة. هل تقدر تسميهم المجموعة؟ تقدر تقول أصدقائك ال4 دول مين هم؟ يعني خلينا نقول أسميهم الأول أحسن، يعني أفضل. هم طبعا خرجوا يعني وبره مصر، إنما محمد مصطفى وعماد مهدي وعمرو جمال ومحمد عبد العزيز، دول المجموعة اللي أنا بتكلم عنها. يمكن طبعا التواصل مش بالضرورة ان هو بشكل دائم، لكن هو موجود، هو فيه دورية على الأقل. بجنب طبعا دول الأصدقاء المباشرين انت طلعت بيهم بحكم لما كانوا معاك في الزنزانة وفي القضية. في أشخاص الآخرين اللي هم كانوا يعني وليدي تقاطع فترة السجن مع بعض، اللي هم محمد سلطان وسامحي مصطفى ومحمد العدلي وعبد الله الفخراني. دول المجموعة اللي أنا تعرفت عليها في تورا استقبال، وإلى الآن بشكل برضو دوري ما بيننا تواصل، وأظن أنه دائما الصداقة اللي بتنشأ من السجن هي مختلفة، لأن هي صداقة بتنشأ من رغبة حقيقية في المصادقة نفسها، فعشان كده دايما بتكون مختلفة. يعني عبد الله، علاقتك بالسجان، ودائما ما بيكون عندي جدلية دائما بحاول أقولها في أي ملتقى، يعني إنه الخط الأول لفهم النظام السياسي في مصر هو السجان، لأنه هو الفرونت لاين، يعني هو الخط الأول من النظام تجاهك كمعتقل، فبيحدث بينك وبينه مواجهة يومية وتعامل يومي واحتكاك يومي، وهو بالضرورة لا يمكن الاستغناء عنه. يعني مش هينفع ان انت ما تتعاملش مع السجان، سواء كان شاويش او صول يعني اللي هو بيفتح الباب كل يوم، او مخبرين اللي موجودين، او ضباط السجن الاستيفا، او ضباط المباحث، او ضباط الامن الوطني، او ما الى ذلك. وانت بصراحة وصلت الى رتب عالية جدا، الى مساعد وزير الداخلية المسك قطاع مصلحة السجون، واللي انت تعاملت معاه بشكل شخصي. يعني استخلاصا من التعامل ده مع الخط الامامي، الخط الاول في النظام السياسي، تقدر تلخص هذه العلاقة ازاي؟
اعتقد انه يعني الخط الاول للعلاقه دائما كان مع الشاويشيه والمخبرين، دول الاشخاص اللي انت بتلتقيهم بشكل شبه يومي. شخصيا كنت بحاول قدر الامكان انه ما يكونش في تعامل بامانه، لانه هم اشخاص في النهايه يعني خصوصا المخبرين بالتحديد يعني اشبه بالطفيليات، يعني بيعيشوا على فكرة استغلالك ومحاولة الاستفادة منك بأكبر قدر ممكن، استفادة مادية، استفادة طبعا مادية في المقام الأول أكيد، وقد تكون استفادة معنوية في محاولة برضو لغرض مادي، الاستفادة المعنوية لغرض خلينا نقول انه يزود وقت الزيارة ليك، انه يوصل لك لأهلك شيء او يجيب لك شيء، وهكذا اشياء في محاولة للابتزاز يعني او الاستغلال. انا كنت قدر الامكان ما بتعاملش معهم، كان عندي بس تعامل وحيد مع مخبر كان اسمه فؤاد من طنطا هو، وده كان في ليمان 2 ابو زعبل. هو اللي حصل انه هو كان من الاشخاص اللي شاركوا في ضربي لما كنت في السجن العسكري. ففي مرة من المرات بعد الزيارة ما خلصت، فبعد ما الزيارة خلصت بيفتشوا الزيارة قبل ما الناس ترجع لزنازينها، فبيقول لي يعني كده بابتسامته الصفراء يعني اللي هو نظام يا باشا ما فيش حاجة لينا كده وكده. قلت له على فكرة أنا عارف إن أنت اللي كنت عملت كذا كذا كذا. ففاكر أنا لغاية دلوقتي إن هو يعني من خضته سكت تماما، وعرفت بعدها اليوم اللي بعدها ان هو طلب نقله من الزنزان من السجن عموما بسبب الامر ده، المواجهه اللي انت عملتها معاه بالمعنى الاصح. بالظبط. انما هو فعليا اعتقد انا بشكل مباشر ما اضطرتش للتعامل كتير مع المخبرين يعني، لكن هم عموما كانوا دائما بيسعوا لفكرة ان هو بيتقرب من المساجين اللي هم قد يكونوا مقتدرين ماديا او من طبقة مختلفة شوية من باب يعني استجلاب اي مصلحة. ده بالنسبة للمخبرين. الشاويشية طبعا كان الامر مختلف، يعني احنا كان عندنا في ليمان 2 ابو زعبل كان في شاويش كان يطلق عليه عم فوزي. اتصور انه يعني من باب الامانة رغم يعني تفاصيل السجن هو كان شخص غير مؤذي من باب الامانة والشهادة يعني. واللي هو بيجي يفتح الزنزانة بداية النهار، وبعد كده لدرجة ان هو اوقات لما كان بيبقى فيه زيارات جاية بيقول بيجي عفوا تفتيش جاي، فبيسبق هو التفتيش وبيقول لنا يعني ما معناه انه لو في حاجة خلوا بالكم. ده بالنسبة للشاويشية، ده تجربتي مع الشاويشية بصراحة يعني. وهنا بيتكلم خلي بالكم يعني بيتكلم على الزنزانة ككل مش افراد معينين. في استقبال ترى ما كانش في تعامل مع الشاويشية اطلاقا، لانه كان كلهم مخبرين. دول الفئتين دول الضباط خصوصا بتوع المباحث كان فيهم اللي بيحاول ان هو يعني يحكم السيطرة كده، او ان هو يدي خطاب شديد شوية في البداية وبعد كده بيمل يعني الزوقان، زي ما اتكلمت اللي هو أسامة مشهور اللي كان في ليمان 2 ابو زعبل، او اللي هم بعد كده حتى انا قابلتهم في سجن العقرب. يعني كانوا سخاف من باب انه يعني ليس مؤذيا لكنه عنده عقدة نقص دايما يعني، خصوصا اللي كانوا في سجن العقرب هو عنده نوع من يعني انا اذكر انه كان في واحد منهم اسمه محمد فريد، وقال لي او مرة من المرات يعني كان بيجي كده يفتح انا طبعا كنت في الزنزانة الانفرادية، فيجي ويخرجني نتمشى شوية ومش عارف ايه، وانا بحس انه كان عنده نوع من النقص هو يعني سببه غير معروف على الأقل بالنسبة لي، بس اللي هو يجي بقى يقول لي ياه ده البلد هتبقى أحسن بكتير دلوقتي. الكلام ده كان في شهر 6 2014 تقريبا بعد انتخاب السيسي أو كده يعني. قلت له خير؟ قال لك بقى خلاص بقى الثورة خلصت وعهد جديد بقى ومش عارف ايه. قلت له انت قصدك ثورة يناير؟ فهو اتخض كده وقال لي لا مفيش ثورة واحدة، ثورة 30 يونيو. قلت له تمام، وبعدين قال لي بقى خلاص مصر رايحة مرحلة جديدة وما اعرفش ايه. الفكرة من النقاش نفسه ان هو كان عايز فكرة انه يعني يتشفى فيما يظن ان هم خصوم لي او بين قوسين من انصار عهد اخر يعني، او من زمن تاني يعني. فده كانت فئة الضباط. طبعا الفئة الاعلى اللي تعاملت معها كانوا فئتين، فئة المأمور في اسم عفوا
في سجن العقرب، اللي هو كان دائما بياخد قبل ما اكمل بس كان في الضباط برضو كان دائما بيكون عندهم ومعاهم طبعا المأمور، بس المأمور بيختلف ان هو بيكون دائما بالزي الزي النظامي اكتر يعني انه بيتفقوا في شيء، وهو انه احنا ملناش مشكله مع سجنك، احنا مش احنا السبب في السجن. يعني هو كان في الفتره دي دايما محاوله الكلام عن احنا مجرد النيابه بتقول لنا نخليك احنا مخلينك، لو قالوا نطلعك هنطلعك. ولاحقا في لحظه خروجي انا اذكر انه كان في الرائد محمد عفوا مش الرائد، العقيد محمد عبد الحفيظ اللي هو كان رئيس مباحث العقرب، اللي خدني في ايديه واحنا خارجين، مايل عليا كده وقال لي في وداني يا ريت ما تدعيش عليا، انا ماليش ذنب في سجنك. وده امر لغايه دلوقتي انا متذكره يعني. فهم كانوا ما بين ده وده. ونفس الكلام قالوا مأمور السجن، مأمور سجن العقرب نفسه يوم الافراج عني، انه يا رب تقول عننا كلام حلو بقى لما تخرج، احنا ما عملناكش الا كويس، وهكذا اشياء يعني. طبعا الفئه الاعلى زي ما انت قلت كانت اللواء حسن راتب اللي هو كان رئيس مصلحه السجون وقتها، اللي هو جه الليله اللي سبقت نقلي للعقرب يوم 3/5 وحاول يقنعني بفكره انه انت في دور ولادي وصحتك وعشان مستقبلك وهكذا، وتدخل في نواحي بقى انه الاضراب حرام، الاضراب ده طب قول لي هل في مسلمين عملوا اضراب قبل كده؟ طيب ليه تعمل كذا؟ في محاوله لاقناعي عن فكره الاضراب، لانه في وقتها في شهر 5 كان الاضراب دخل في، يعني طبعا ده هنتكلم فيه وقت لاحق، بس كان دخل في صخب اعلامي شويه، فكانوا بيحاولوا هنا. فدي كانت المراحل المختلفه اللي انا تعاملت معاها. فنقدر نقول انه الاسوأ هم المخبرين، وعلى الاقل لانهم كانوا واضحين، ولكن الاسوأ من ناحيه اخرى هم الضباط اللي هم كانوا بيخلوا المخبرين هم الواجهه الاماميه بتاعتهم يعني. وعرفكم جميعا ان الظلم شايخ، وعرفكم جميعا باب السجن خايخ، وعرفكم جميعا ان ملهش اكره، وعرفكم جميعا انه هيبقى ذكرى، وعرفكم جميعا ان الثوره فكره، وبشركم جميعا ان الوعد بكره، والنور عندنا وعندكم يا حبايبي. عايزين الفكر بالسجانه، مين اللي يقدر